مساء الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ وحشتوني خالص. النهاردة هنعمل صينية لحمة بالبطاطس. كان عندي بطاطس قطعتها شرايح كده وسلقت اللحمة نص سليق. بصوا، هو ده أقل من نص كيلو، أنا بعمله قليل علشان أنا وجوزي بس. فالمكونات بصل وطماطم وتوم وملح وفلفل، وبحط سمنة. بحب ان هي تبقى يعني سيكة دسمة، وبالذات ان انا اللحمة مش بيبقى فيها دهن كتير عشان انا ما بحبهوش. هجيب صينية واحط اخلط البطاطس باللحمة بالبصل بالطماطم المكعبات، تدي لون. انا عاملاها بيضة. يعني هي مش صينية بطاطس باللحمة بالطماطم بس. انا بحبها تديها لون كده. هاحط المكونات وهاخد الشوربة بتاعة اللحمة اللي أنا كنت سالقة فيها اللحمة نُص سليق. باحب أسقي الصينية بالشوربة. هو لو ما فيش شوربة أو أنتِ حاطة اللحمة نيّة، ما فيش مشكلة تحطي مَيّة عادية سخنة، بس هو الأحسن إن أنتِ تحطي شوربة وتكمّلي بمَيّة سخنة. أنا هاحط دلوقتي كلّه مع بعضه أخلطهم، وبعد كده هاحط شوربة اللحمة، وهاكون أصلًا مسخّنة مَيّة في الكاتل، فهاحطهم في الصينية. وأنا أصلًا هاسويها فوق الفرن من فوق على العين. بالنسبة لي كده أسهل وأسرع. هي ما بتاخدش وقت أصلًا، بالذات إن أنا مخلية اللحمة نُص سوا. وأنا عملت مع الأكلة دي رز أبيض، وهي سهلة أوي وبسرعة أوي. ما أخدتش مني وقت. أنا باحبها جدًا. يا رب تعجبكم. يا ريت اللي بيتفرج عليا يا جماعة يعمل لي سبسكرايب ويفعل الجرس علشان كل ما أنزل حاجة إن شاء الله تشوفوها. في ناس كتيرة قوي بتتفرج من غير ما تشترك. اشتركوا وشجعوني كده، ونزلوا الفيديوهات عندكم في البيجات بتاعتكم، واكتبوا لي في الكومنتات لو عايزيني أنزل لكم أي أفكار. شجعوني كده وخليكم معايا. أنا عارفة إن أنا بنزل قليل، بس اللي انتوا ان شاء الله عايزينه انا هنزله واحده واحده عليا، وانا ان شاء الله هظبط الدنيا. انا عارفه ان انا يعني في بنات اشطر مني كتير، بس انا مع البنات اللي هي لسه باديه زيي. حتى هتاخدوا بالكم ان انا عامله حاجه بسيطه قوي. فيا ربي الاكله تكون عجبتكم. مش ما تنسوش السبسكرايب والتفعيل الجرس. باي باي.